السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفة الطماطم المخللة اللي انا وعدتكم بيها كانت تحفة. كنت عاملة جنبها طاجن اللحمة بالخضار، اتمنى تجربوه. هسيب لكم الفيديو بتاعه في الكابشن في صندوق الوصف تحت. الطماطم كانت خرافية، لا مخلل ولا ليمون معصفر ولا حاجة، دي حاجة في القلب كده، خيال خيال. وشكرا على تعليقاتكم الجميلة جدا وعلى كلامكم الحلو جدا. بجد كلامكم بيدخل في قلبي وبيشجعني. اي نعم انا مش بقرا كل الكومنتات او كل التعليقات، بس اللي بشوفه بيبقى كلام حلو جدا وكلام بيشجع. ومعظمكم في اللايفات بيدخل يشكر جدا في الوصفات. شكرا بجد. وصفة الطماطم سهلة وبسيطة وسريعة، ومفيش أحلى ولا أسهل ولا أسرع من كده. بجيب الطماطماية متوسطة الحجم، مش كبيرة ولا صغيرة زي ما انت شايفة كده. بقطعها لأربع أجزاء، أو نسميها لنصين والنص لربعين. يعني الطماطمية بتبقى معايا 8 قطع. أي كمية انت عايزاها. أنا كنت عاملة حوالي 3 طماطمات كبار حلوين كده. جينا هنا للخلطة بقى اللي مفيش أحلى ولا أسهل من كده. عود كزبرة على بقدونس، 3 4 فصوص توم. تمام. دي اختياري. معلقة من هريسة الشطة الحارة، قرن فلفل أخضر، ولو عندك أخضر حار تمام واستغنى عن الهريسة. وهنعصر عليهم ليمونة. أنا كان عندي الليمون الكبير الإيطاليا اللي نازل ده، عملت عليه بس نص ليمونة. تمام. لو عندك انتي الليمون الصغير، واحدة كفاية، أو لو ليمون يعني صغير قوي ليمونتين بس. النص ده كان كفيل جدا، حتى ما كانش ده راضي يدخل العصار. ومعلقه صغيره خل، ملح، كمون، كزبره. انا ما كانش عندي كزبره مطحونه، وكان عندي حب. ف نصيحه مني اطحنيها قبل الاول لاني ما انطحنتش كويس في الكب. يبقى البهارات بتاعتنا ملح كمون وكزبره، هي دي التوابل بتاعت الطماطم بتاعتنا. حاجه كده خيال. ضربنا في الكبة معانا تاني بقدونس، كزبرة، معلقة هريسة حارة، قرن فلفل أخضر، 4 فصوص توم ونص ليمونة ومعلقة خل، وحطينا عليهم ملح وكمون وكزبرة. لو عندك فلفل أخضر حار استغنى عن معلقة الهريسة وحطيه. لو مش حباه حار خالص براحتك، دي حاجة اختياري، بس طعم الحار كده بيديها طعم تحفة. مفيش أحلى ولا أجمل من كده. شوية طماطم بقى تاكليهم جنب سمك، جنب طاجن لحمة بالبطاطس زي اللي احنا عاملينه، جنب فراخ مشوية، حاجة كده. مفيش أحلى ولا أجمل من كده. بصي يعني احنا على ما كنا حرفيا كانت خلاص، يعني نص الطبق خلص. أنا وبنتي بصي شقطناها كده. حاجة خفيفة، مفيهاش ملوحة عالية، مفيهاش نسبة ملح كبيرة. بتبقى طعمها حلو جدا. حاجة حلوة جنب الأكل، أو حاجة مخللة جنب الأكل، وفي نفس الوقت مش حادقة كتير أو مالحة كتير. حاجة كده مفيش أجمل من حاجة بديلة بقى للزيتون المملح أوفر، أو الليمون المعصفر اللي فيه نسبة ملح كتير أو شربة كتير من الملح. بتبقى حاجة سريعة بس طعمها يجنن. أتمنى تجربوها واستنى تعليقاتكم عليها. وهسيب لكم لينك الطاجن في صندوق الوصف تحت. أتمنى نجربوه، مستنية تعليقاتكم عليها. سلام عليكم.